السلامة، مرحبا بكم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باش نوريكم مقرونة صلصة بالتن سهلة. عندنا المكونات متاعنا الطماطم. الطماطم هذه الصلصة الخفيفة، معاها طماطم معجونة، انا نخلط الزوز مع بعضهم. عندنا المكونات متاعنا، عندنا البصل والثومة كما تشوفوا هنا، كمية باهية متاع ثومة خاطر تبنن برشا الصوص متاعنا. زيتون الكحل والاخضر، عندنا شوية فاريونت قصيته جويد، شوية كبار، شوية فلفل برا عبيد. الفاريونت هذا جبته من تونس بنين برشا، التفاحة متاع تونس ابن تجيني. التن قرنين فلفل حار واربعة وريقة رند. والتوابل اللي باش نستعملو فلفل اكحل، عندنا فلفل اكحل، فلفل مهروش، فلفل احمر، والتبل والكرويه. ممكن ديروا سكنجبير ولا راس الحانوت. وراس الحانوت. هنا المرحله الاولى انا باش نقلي قرون الفلفل في الزيت، نقليهم في الاول. انا الزيت خاطر يسيب الزيت بارد. لا مش الزيت السخون خاطر يتحرق ويولي مر. لا الزيت بارد. نحط الفلفل جرينات نقليهم في الاول، يعطوا نكهه يعطوا نكهه للصوص نتاعنا. من بعد بحتاني نذبلوا شويه البصل لك هو. الثومه ما نحطهاش من الاول مره خاطر تتحرق، ما تعجبنيش كي تتحرق تسيب انا الطعمه، انا ما نحبهاش. نذبل البصل هو الاول، ما يذبل شويه، ونزيد عليه بعد الصوص نتاع الطماطم. انا نخلط هنا في الصوص هذه. اي صحيتي طماطم خفيفه هنا خاطر مش مركز، مش طماطم المركز. انا نخلط في الزوز. هذه طماطم العاديه وهذه طماطم المعجونه. ماشي الحاره المعجونه. لا الطماطم اما كونسونطري. هنا باش نقلي كل شيء مع بعضه في المرحله الاولى. بالنسبه للعطريه من بعد لا تو باش ضروري من العطريه باش نحط العطريه. اما في المرحله الاولى نقليهم شويه طماطم باش نحل القروسيه نتاع الطماطم. تعرف الطماطم فيه شويه قروسيه، نقليها شويه. نحط وريقات الرند باش نحط زوز اوراق في الاول وبعدين من بعد نزيد زوز. هنا ملحت شويه ملح، شويه الملح على حسب الذوق. على حسب الذوق. ماذا بيك ما تكثروش الملح. لا كثروا انا خاطر ما يعجبنيش برشا الملح خاطر صحيا مش منصوح به ياسر. هنايا شويه الماء، نزيد شويه ماء باش التوابل ما تتحرقش. نزيد شويه فلفل اكحل باش نستغنوا عليه. الحروريه كما قلت لكم راهي ذوق. انا خاطر يعجبني شويه الحار، فيه الفيتامين سي. هنا التبل والكرويه حطيت. هنا شويه فلفل احمر تحمير انتم تقولوا. وعندنا الفلفل المهروش، انا يعجبني برشا. هو فلفل نشمسوه ونرحوه بنين، يعطي طعم واحد اخرى في الصوص باش تجي مشخشخه وتجي هكا مطمطمه. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الحار ممكن يستغنوا عليه، ماهيش مشكله. يعملوا التحميره، يعملوا التحميره نقلوهم شويه. وبعد باش نزيدوا الثومه ان شاء الله، ونزيدوا الثومه في المرحله هذه باش تندمج معاك الصوص اللي حضرنا. صراحه كتجي زوينه بنينه. سبق لي دقتها عندك واعره، تعجبني بزاف. ان شاء الله احنا نعملوا ياسر مقرونه في تونس. ان شاء الله كل مره نوريكم صوص نتاع مقرونه نوعيه مختلفه على الانواع والاشكال. هذه مقرونه مشخشخه بالتن. كيبدا ما فماش اللحم في الدار، ما فماش الدجاج. ماشي ديما تيكون اللحم موجود. نجمو نتصرفوا بالتن تجي مقرونه بنينه. يعني احنا كنصوروا لكم اليوميات ديالنا العاديه، يومياتنا اليوميه، ماشي اختصاصنا الطبخ. المهم كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا. هنا مرقنا شويه بالماء، وتوا باش نحطوا المكونات اللي قلت لكم. شويه فاريونت، شويه فاريونت من تونس، شويه الكبار ضروري من الكبار، وشويه هذايا فلفل برا عبيد. احنا نقولوا الفلفل الحار اللي بغاه اللي ما يحبش ينجم يستغنى عليها. الفاريونت جمله راهو ماهيش مشكله. اما انا يعجبني كيجي زوين صراحه. انا ذقته كيجي زوين. نجم نستعملوا الزيتونه كهو، كل واحد وذوق. انا عطيتكم فكره. واللي بغيتوها وبحتى كل واحد حر يعمل، يخلي حاجات، يستغنى على حاجات. انا بهذه الطريقه اللي كتصاوب بها كناكلها عندك وكتعجبني والله العظيم. زدت التونه هنا المرحله الاخرانيه ولفت الحار ويعجب. ونزيدوا ورقتين الرند في الاخر باش يسيبوا النكهه نتاعهم في الاخر. هنا باش نخلطوا المقرونه نتاعنا شويه فلفل اكحل نحط لها. وهنا باش نخلطها بالصوص. شوفوا الصوص كيفاش خاثره. اي ضروري من المقرونه صمتوها في الماء والملحه، شويه ملح. الناس الكل تعرف غير المقرونه. هي ما نحبهاش طيبه برشا انا المقرونه. وبحتى كل واحد وذوقه في المقرونه كيفاش يحبها. فما يحبوها ناس طيبه بالباهي، انا ما نحبهاش طيبه. لما تكونش طيبه بزاف كتعجبني. لا طابت بزاف نخلطوها. وهذا الشكل النهائي نتاع المقرونه نتاعنا. مشخشخه ما شاء الله. عرفتي زوينه وديال البرد.
اي لا لا بنينه، زوينة. وزيد الحروريه كما قلت لكم تنجموا تستغنوا الا على كان الحار. عوضه في الدجاج ممكن تعوضي في بلاصه الطون. هاتو مره اخرى ان شاء الله نوريكم يلا ان شاء الله في بالسلامة فيديو عليكم. واحد.